انت خلاص خسرت ماتش، خسرت الكاس وخسرت الماتش وخلاص يعني. بس سؤال، هل كان الزمالك يستحق يكسب؟ الإجابة لا. ليه بقى؟ تعالوا نوريكم إحصائيات. دي الإحصائيات لحد الدقيقة 70. الاستحواذ كان 66.1 لاتحاد العاصمة مقابل 33.9. التسديدات بقى كان 9 لاتحاد العاصمة مقابل 1 للزمالك. يعني هل هذا يعقل؟ ده يعقل إن أنت في أرضك وسط جمهورك على ملعبك في بلدك، كل حاجة في صالحك، متقدم 1-0، متعادل في الماتشين ومتقدم 1-0 في جون تكسب البطولة. فيعني أنت بوظت نفسك، أنت بوظت، ضيعت نفسك، ضيعت من إيدك البطولة. الماتش كان سهل عليك، أنت صعبت على نفسك باللي أنت دفعت، فخلاص ما تستحقش تكسب الماتش بقى خلاص. يعني بصراحة كان أداء وحش خالص من الزمالك، ما كانش تستحق تكسب. وألف مبروك لحد العاصمة النهاردة. لا لا، ده حسام عم جيب بس بعد ما خسر النهارده مبسوط بيضحك. معلش، السلام عليكم يا حسام، السلام عليكم. وبصراحة أسوأ ما في الموضوع النهاردة خالص إن أثناء المباراة طلع أخبار بوفاة والد اللاعب محمد عبد الشافي. بصراحة ربنا يرحمه. اللاعب محمد عبد الشافي ده بصراحة لاعب محترم، فنتمنى ندعمه والناس تعزيه بصراحة. رحم الله والده. بصراحة حاجة تزعل جدا يعني. جانب المسيء من كرة القدم وفاة ولد اللاعب، لاعب محترم، ما اسمعناش ان هو بيعمل مشاكل خالص. وربنا يرحمه وربنا يدخله الجنة يا رب. وما تنسوش المتابعة، وسلام.